كتب أو رسائل مؤلفة في ذلك الزمان. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أو كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الأول التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب الأول، لأن أولئك لا يشركون إلا في السراء، وأما إذا جاءت الشدة والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله، ويخافون أن يفوت الوقت عليهم باتخاذ الواسطة، فيقولون هذا متى يصل إليه ومتى يرفع، وهل سيرفع الآن أم لا يرفع الآن حاجاتهم، فيجعلون التشفع في وقت السعة والإخلاص في وقت الضيق، كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، آية لقمان، والآية الأخرى في العنكبوت: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال جل وعلا أيضا في الآيات التي ساقها الشيخ: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذه المسألة مبينة على التفصيل في شرحنا للقواعد الأربع، فهذه هي القاعدة الرابعة الأخيرة في القواعد الأربع. أهل هذا الزمان من المشركين عندهم أن الإشراك يكون في السراء والضراء على السواء، بل ربما عظم الرغب في وقت الضر، فكانوا مثلا يعتقدون حتى في الكتب، مثل ما ذكر في بعض التراجم أن أهل بلد سموها كانوا لا يرحلون في البحر إلا وقد وضعوا نسخة من كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي المعروف في السفينة، فهو ليس اعتقاد أيضا في شخص، ولكن هو في كتاب لما اشتمل عليه الكتاب من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه تراجع في شرح القواعد الأربع. قال في آخرها: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. صحيح، فإن كثيرين ممن عارضوا الدعوة استغربوا من الشيخ أن يقول شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين. قالوا: ما اكتفيت أن جعلتنا مساوين لأهل الجاهلية في الشرك حتى تجعل شرك أهل الإسلام أعظم من شرك أهل الجاهلية؟ فقال: أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا. وفي قول الشيخ أين من يفهم قلبه فيه إشارة للمذهب الحق، وهو أن الفهم والإدراك وأشباه ذلك مردها إلى القلب وليس إلى الذهن أو المخ أو العقل أو أشباه ذلك، يعني اللي هو الدماغ، ولكن العقل إدراكه من جهة القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب ليس محط الإدراك لأنه مضغة، ولكن لأنه المكان الذي فيه أصل انتشار الروح في البدن، تعلق الروح بالبدن. ومعلوم أن الإدراكات تبع للروح، فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي في البدن. فكما أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح، وكذلك المحرك الروح للسان بالكلام الطيب أو بالكلام الخبيث، المحرك الروح في التصرفات، والبدن أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما
قامت النفس. لهذا المدرك في الحقيقة ليس هو البدن، إنما المدرك الروح، والبدن وسيلة. البدن آلات، العينان آلة، واللسان آلة، والشم آلة، والمخ والدماغ آلة، والقلب آلة إلى آخره، آلة لتحصيل المعارف للروح. وهذه مسألة طويلة معروفة. قال الشيخ رحمه الله هنا: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ لا شك أن من فهم هذه المسألة فهما راسخا علم أن هذا الذي قاله الشيخ حق، وأن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الأولين. لكن أين من يفهم؟ نعم، فقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. هذه المسألة لأهل التوحيد، وليست للجواب على أهل الشبهات، بل هذه ليفهمها أهل التوحيد فهما راسخا، وهي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، أو يدعون أشياء مطيعة لله جل وعلا. إما يدعون أنبياء مثل ما كان يدعى موسى ويدعى عيسى وتدعى أنبياء بني إسرائيل ويدعى إبراهيم عليه السلام، أو أولياء من الصالحين كاللات وكغيره، وإما الملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست بعاصية، يدعون أشياء مسبحة لله مطيعة لم تخرج عن توحيده وطاعته. وأما أهل الزمان هذا فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. فمثلا قوله من أفسق الناس قد يكون من جهة أنه عرف عنه في حياته الفسق والفجور بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف، أو بكونه كان مجنونا وكان يفعل الأشياء لجنونه، يفعل أشياء من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه، أو لكونه محادا معاندا فاسقا فاجرا أو كافرا في نفس الأمر. هذا نوع. والنوع الثاني قد يدعون أشياء في محلات يكون الدعاء منصب على نصراني، أو يكون الدعاء منصب على حيوان، أو يكون الدعاء منصب على يهودي أو نحو ذلك. وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها، يعني أن يقال هذا الذي يدعى ليس بصالح، بل هو نقل عنه أنه قال لأتباعه كذا وكذا، أمر أو ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف، كان يعاشر المردان أو النساء فيفعل كذا وكذا من الفواحش، كان يشرب الخمر، كان لا يصلي، كان يسرق، كان يحتاج إلى آخر ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين، بل هم فسقة فجار وقد يكونون كفارا. صنف من هؤلاء يدعى الآن ويسأل، وهذا عند التحقيق إذا جمعت الكلام وجدت هذا الكلام صحيح. المعارضون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الكلام إلى 3 أقسام. القسم الأول
من يقول هذا الذي تقولون عنه ليس بصحيح أصلا. الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني أنه قال كذا وكذا وكذا يقولون هذا مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا. والصنف الثاني من المتأولين من يقول هذا الكلام لأهله فيه تأويل، فإن اصطلاحات الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم، فقد يقولون العبارات التي فيها كفر وليسوا يعنون ظاهرها، إنما يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القوم، مثل ما اعتذر عن ابن عربي بأنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة لكن فهم كلامه على ظاهره وهو لم يرد الظاهر، ومثل ما ينقل عن العفيف التلمساني وابن سبعين وأشباه هؤلاء. والطائفة الثالثة من تقول هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلا، والتكليف يراد منه أن يصفو الباطن ويفنى عن شهود السوى، يفنى عن شهود غير الله جل وعلا. فإذا وصل إلى هذه المرتبة فلم يرى إلا الله جل وعلا ولم يتجه إلا إلى الله جل وعلا، فإن التكاليف الصلاة تحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه، ونفسه قد بلغت المرتبة العليا فليس لإصلاحها مجال. وهذا قول الغلاة منهم، فيقول لا بأس لو فعل هذه الأفعال هو أصلا وصل وسقطت عنه التكاليف. هؤلاء الطوائف الثلاثة موجود حتى في المؤلفات من يتجه إلى فئة من هذه الفئات الثلاث. هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون فلان الولي ويكون المدفون غيره، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر الحسين ابن علي رضي الله عنه في القاهرة، قد حقق والعلماء كذلك حققوا والمؤرخون أنه لم يصل القاهرة وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى ودفن هناك. والآن تجد قبر للحسين في العراق ومشهد عظيم وفي الشام وفي القاهرة. قال إن المدفون في القاهرة رجل يهودي في المكان هذا، وقالت طائفة المدفون حيوان أصلا في هذا المكان. فإذا هم اعتقدوا في شيء ليس له حق، اعتقدوا في يهود، اعتقدوا في حيوانات، وهذا الصنف لم يكن يحوم حوله ذهن أو قلب أهل الجاهلية أصلا، ولهذا صار هؤلاء أعظم وأقبح. هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه بالحيوانات أو بأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام أو الإبل أو أشباه ذلك التي لم تلد، يعني طالت ولادتها أو صار فيها مرض أو أشباه ذلك، فيطوفونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورا، فيظنون أن هذا من بركة ما تحت العمود، ويقولون هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح. وشيخ الإسلام رحمه الله بين قال هذا العمود دفن تحته رجل نصراني، ساق الأدلة على ذلك، والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره، فلذلك إذا سمعت العذاب لم تتحمل فاستطلق بطنها، لأنه قد جاء في الحديث أنه إذا تولى عنه أهله طرق بمطرقة يسمعها من يليه إلا الثقلان، فالجن والإنس لا يسمعون العذاب لأنهم مكلفون، ولو سمعوا لا هلكوا ولا رعبوا ولما استقامت لهم الحياة. أما الحيوانات فربما وصلها من ذلك شيء وربما سمع، فكان تعلقهم
ليس بولي وليس بنبي، وإنما بمكان تحته رجل نصراني وأشبه ذلك. وهذه الأشياء لم يكن عليها شرك الأولين، فالأولون لم يسألوا رجلا، يعني ما اتخذوا لعمرو بن لحي المشرك الذي أول من سوي بالسوائب وساق الآلهة، ما اتخذوا له قبرا يعبدونه ولا سألوه ولا إلى آخر أصناف عظمائهم المشركين. لكن أهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس من فسقت هذه الأمة أو ممن ارتد أو من النصارى أو من اليهود. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور. وفي النسخة التي عندي هم الذين يحلون لهم الفجور. ايش عندك؟ يحكون عنهم الفجور، هذا اللي أعرفه، لكن هذه يحلون لهم، يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لا شك يراه يزني ويعتقد أنه ولي من أولياء الله، يراه لا يصلي ويعتقد أنه من أولياء الله، هذا لا شك أنه ضلال فوق الضلال، ويسأله ويدعوه ويرى أنه يستشفع به، لا شك أن هذا أعظم وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية. نقف عند هذا لأن التي بعدها يدخل فيها شبهة جديدة. والمطلوب من كل طالب علم بعد معرفته لدلائل التوحيد والحجج أن يمرن نفسه على جواب الشبه بعد إحكام الأصل. الإخوة الذين لم يحكموا كتاب التوحيد ولم يحكموا ثلاثة الأصول ودخلوا في كشف الشبهات مباشرة أو ما ضبطوا تلك الكتب، فلا يحسن أن يجيبوا عن الشبه إلا بعد أن يحكموا الأصول، لأن هذه فرع عن تلك. من أحكم تلك يدرب نفسه على جواب هذه الشبه على طريقة الشيخ رحمه الله، يتأنى ويكون حليما، يعرف موقع الاحتجاج، يعرف كيف يجر المخالف إلى الحجة الصحيحة، يعرف كيف يخلي قلب المخالف من الحجة ثم يبتدئ يعطيه الحق إلى آخر ذلك، فتحتاج إلى دربة. والملاحظ أن كثيرين يغضبون وهم محمود غضبهم لله جل وعلا، لكن يكون جوابهم للشبهات ليس على أصوله، فيوقعون المجادل في شبهة جديدة، بل قد يقتنع أن ما عليه حق، لأن هذا ما استطاع أن يجيب بجواب جيد. فالواجب على طالب العلم أن يكون متأنيا في جواب الشبهات، حاذقا، يعرف كيف يسوق المجادل أو يسوق الخصم إلى ميدان الحجة دون أن يلزمه شيء. وفي كشف أهل الشرك فيقيده حتى نجمعه في الآخر، يكون كالمقدمة أو الخاتمة لهذا الكتاب. ذكرنا 4 أو 5 فيما مضى، وهذه الآن واحدة جديدة يمكن لعل أحدكم تنهض همته فيجمع هذه الأصول العامة في كيفية المناقشة، يعني كيف يجمع الموحد نفسيته ليواجه الخصوم. نكتفي بهذا القدر. شوف في بعض الأسئلة. يقول: ذكرت في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آية في آخر سورة الزخرف، بأن العبادة ستكون للولد إرضاء لله تعالى. فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى، هذا ظاهر الآية،
يحتجون أو لا يحتجون. هذه ظاهر الآية: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو كان للرحمن ولد فأنا سأعبده إرضاء له تعالى، لأنه الذي أمرنا بعبادته. وهذا هو تفسير الجمهور. والتفسير الثاني للآية أن معنى العابدين الرافضين، يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يرفض هذه العبادة. وهذا التفسير ساقه ابن جرير وابن كثير عن طائفة من المفسرين، لكن قالوا هذا الوجه ضعيف، لأن هذه اللغة لا يحمل عليها الكلام، وإن كانت موجودة في لغة العرب لكن لا يحمل لمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدهم. بالعكس، قد يكون في هذا حجة على النصارى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل له ولد؟ لا، القرآن كله فيه نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قل أرأيتكم، الآية في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم، اللي في كشف الشبهات هي لا، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. إن أتاكم، شوف الآية هم في ثمن واحد في الأنعام. شوف، خلنا يراجع إن شاء الله. رأيتكم إيش؟ هذه أجل صححوها. قل أرأيتكم، صححوها. ذي الآية اللي بعدها أو اللي قبلها إيش؟ لا. طيب الآية الثانية يصححها الأخ جزاه الله خير: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. هذا صحيح. طيب يقول: ذكر في الأربعين النووية أن العقل في القلب، وقد أشكلت علي، فما هي ولو باختصار؟ العقل إدراك ليس جرما. العقل إدراك، عقل الشيء أي أحاط به فأدركه. هذا العقل من الذي يعقل؟ الذي يعقل إيش؟ البدن ولا الروح؟ ليعقل الروح. البدن وسيلة لتحصيل معارف الروح مثل ما ذكرنا. الروح منتشرة في البدن، أصلها مركزها هي منتشرة، لكن مركزها والله أعلم بكيفية ذلك، مركز الإدراكات في الموقع الذي فيه القلب. ولهذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والأصوليون يبحثون هذا ويطيلون فيه: هل العقل في الرأس أم في القلب؟ والصحيح أنه في القلب. هذه ظاهر الآيات هكذا. كلهم يسألون عن نفس المسألة: هل يفهم أن الروح موجودة في القلب؟ لا، الروح ليست في القلب. الروح على هيئة البدن. الروح منتشرة مثل البدن، بمعنى لو فصلت الروح عن البدن لصارت نفس الصورة، لكنها صورة غير جثمانية، لأن الميت يرى في المنام،
يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها رؤية لروحه، لأن بدنه مدفون عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء، رأى موسى ورأى آدم ورأى إيش؟ رأى أرواحهم. لهذا صورة الإنسان الجثمانية في البدن وغير الجثمانية في الروح. فالروح منتشرة، لها أيضا موقع أصل، مثل ما يكون القلب هو الأصل بالنسبة للبدن، يعني من حيث ضخ الدم وحركة البدن، كذلك من جهة الإدراكات ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح فموقعها في هذا الأصل. هذا ظاهر ما دلت عليه النصوص، ويجمع على هذا النحو. وليس هذا من الخوض في الروح المنهي عنه بقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأن البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب. ولكن إذا كان عن ظن وعقل وتجارب وأشباه ذلك بلا برهان شرعي فهذا هو المذموم. هل يكون المقصود من الكلام الثاني خاص لأهل التوحيد؟ نعم، أنا ذكرت أن الثاني أن منهم من الذين يعبدون ويدعون أولياء، أن منهم من لا يصلي ومنهم من يأمر بالفسق ويحكى عنه الزنا وشرب الخمر إلى آخره. هذه لإيقان الموحد، لكن ما تدخل معك في النقاش. يعني إذا قلت له هذه الأشياء جادلك فيهم، وهيهات كيف تثبت؟ لا سبيل إلى الإثبات، يعني لكل مجادل. يقول: لو قام دعاة إلى التوحيد فقالوا لعباد القبور: نعم نوافقكم أن هؤلاء أولياء، فإنه يكون هناك تناقض بين الدعاة الذين قالوا أنهم ليسوا بأولياء، فيشك المدعوون في هذه الدعوة. الداعي لا بد أن يكون حكيما، قد يكون المناسب أن يسكت، يقول ليس الكلام فيه. إذا كانوا أولياء فمقامهم عند الله، يعني يعلقها بالشرط إذا كان يرى مصلحة. وإذا كان هذا المدفون وليا من أولياء الله يقر بولايته. قال الحسين بن علي: نعم، أو آل البيت الذين لم يعرف عنهم شيء من الفسق وإلى آخره، فيقول نعم هم أولياء، لا مانع من هذا. ولو صار فيه تعارض بينه وبين غيره الحق حق يتبع. سؤال ما فهمت شو المقصود منه، لكن يقول: كتب أهل العلم الراسخين أليس فيها بركة ويؤجر حاملها ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي، لأن ذلك مما يتقرب به إلى الله بذلك؟ الجواب: نعم، لا شك، كتب أهل العلم الراسخين فيها بركة ويؤجر حاملها بنية طلب العلم، ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي. هذا ما له علاقة بوجود الكتاب في السفينة ولا وجود الكتاب في السيارة، فجعلوا الكتاب في السيارة توسلا به هذا من التبرك الباطل. حتى المصحف ما يتخذ تميمة على الصحيح مثل ما ذكرنا، لا يجوز. فاتخاذ كتاب آخر تميمة يرجو نفعه ويرجو دفع هذا من الشرك، نوع من أنواع اتخاذ التمائم. توسل بطلب العلم بعملك أنت، أما بالكتاب هذا شرك. أستشيرك في حضور هذا الدرس، وهو أني لم أسمع شرح كتاب التوحيد والقواعد الأربع، فهل أستمر؟ الذي ينبغي ألا تستمر، فتنظر
تحضر درس آخر أو دروس أخرى يكون فيها بداية لطالب العلم، بداية صحيحة. وذكر في كتاب نزل الأبرار أن الحامل إذا اشتد عليه الحمل يوضع على بطنها موطأ الإمام مالك فيخف بإذن الله وهو مجرب. يمكن الشافعية يقولون تحط مسند أحمد، مسند الشافعي. هذول المالكية قالوا حط موطأ مالك، والشافعي يقول حط مسند الشافعي. هذا يقال مجرب ولا أثر لذلك. قد يتفق أنه حصل مرة، حصل مرتين بإذن الله فوافق هذا، لكن لا يجوز الاعتقاد في الكتب بهذا الاعتقاد أن فيها بركة وتتخذ تمائم. الكلام على الشهداء مر علينا. يقول الذين يطوفون حول أضرحة وقبور الشهداء ويقولون الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ذكرنا في أول الشرح كشف الشبهات الجواب عن حال الشهداء بتفصيل، لكن من أقوى الحجج اختصارا أن شهداء أحد الذين نزلت فيهم هذه الآية من آل عمران أجمع المسلمون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينهم، وكذلك أجمع الصحابة في حضرة الخلفاء، وأجمع من بعدهم إلى انتهاء القرون المفضلة الثلاث، أجمعوا على أنهم لا يؤتى الشهداء في قبورهم ليسألوا، وإنما يأتي من مر عليها دون قصد أو شد رحل فيسلم عليهم السلام المعتاد. فهذا الإجماع قطعي، والإجماع حجة، وقد قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل يجوز أن أقول إن فلانا من الناس ولي جازما وهو رجل معروف بالفضل؟ ترجو أن يكون وليا، وعموما هدي السلف ليس فيه أنه يقال هذا ولي وهذا ولي، يرجون أن يكون فلان وليا. وتطالع هذه الصحابة والتراجم الصحابة والتابعين لا تجد هذه الأسماء هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، إنما يذكرون فضله وصلاحه وطاعته ليقتدي الناس به، أما منزلته فهي عند الله جل وعلا. يقول بعض الناس يشتبه يقول أن تقسيم التوحيد المعروف لدينا لم يكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان الرسول يأمر من أراد الإسلام بالشهادتين ولا يقسم التوحيد بالمعروف عند الناس. ما في شك إذا لو كان الناس كأولئك ما احتجنا إلى تقسيم التوحيد، إنما لما فشل الجهل في الناس احتاج أن تقول له خرج محمد فاعل. أما عند الصحابة تقول خرج محمد فعل فاعل يضحكون عليه. إيش هذا؟ فحين وقع الناس في الجهل احتجنا إلى التفصيل، وإلا فمن المعلوم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مقر بأنواع التوحيد الثلاثة تكفي، لأنها متضمنة بتوحيد الربوبية ومطابقة في توحيد الإلهية ومستلزمة لتوحيد الأسماء والصفات، أو تقول أيضا متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. هذا ظاهر من كلمة لا إله إلا الله. فإذا فشل الجهل في الناس فلا بأس أن يفصل لهم من العلم ما هو ثابت في الكتاب والسنة بتقسيمات ليتضح المراد، مثل ما عند الصحابة شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، واجباتها كذا. كل هذه العلوم تقسيمات لأجل حاجة الناس. ما صحة الحديث الذي يستدل به على دعاء غير الله إذا كنت بأرض فلات فقل يا عباد الله احبسوا؟ هذا الحديث روي ومن أهل العلم من حسنه، وعلى القول بتحسينه فلا حرج، يعني لا إشكال فيه، لأن قول الذي ضل الطريق يا عباد الله احبسوا يقصد به الملك الذي معه، لا يقصد به الجن أو يقصد به مخاطبة من لا يقدر
أو ما أشبه ذلك، وهذا على القول بصحته، وقد استعمله بعض العلماء فدلوا على الطريق، فليس في الحديث منادات الغائبين الذي يحتج به أهل الشرك، وإنما هو قول يا عباد الله احبسوا، تتمة الحديث فإن لله جل وعلا عبدا حاضرا سيحبسه. والظاهر عند أهل العلم أن المراد بالعبد الحاضر هو الملك الذي سيسدده، لأن الإنسان معه ملائكة كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. هذا السؤال سبق جوابه. ما معنى قول بعض السلف إن معنى الصمد هو الذي لا جوف له؟ ما معنى ذلك؟ كيف نوفق بينه وبين المعاني الأخرى؟ الصمد فسرت بتفسيرات مثل ما ذكرنا لكم آنفا أو فيما سبق. الصمد الذي يصمد إليه عند الحوائج، وهذا هو أكثر التفاسير على هذا، تفاسير السلف. والصمد أيضا في اللغة يقال فلان صمد إذا كملت خصال سؤدده وصفات فضله. كمال الصفات والخصال المحمودة يقال فلان صمد. يقال لسيد القبيلة الذي كملت صفاته هذا صمد، يعني بلغ في الصفات البشرية عندهم الغاية، في الكرم كذا، وفي النجدة كذا، وفي التواضع كذا، وفي الحنكة كذا، وفي الحكمة كذا، وفي الرأي كذا إلى آخره. وفسرت أيضا الصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني الإنسان والمخلوق اللي تراها المخلوقات هذه لها جوف ولها أحشاء ولها أشياء في داخلها، فالصمد هو الذي لا جوف له، فهذا يخرج مشابهة المخلوقات. فلا يظن أن اتصاف الله جل وعلا باليد أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالقدم أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالعينين أن ذلك عن طريق تجويف إلى آخره. فهو سبحانه وتعالى صمد قد كمل سبحانه في أسمائه وصفاته. بعض الأسئلة طويلة، يعني حبذا السؤال يكون سطر سطرين عشان ما معنى الأقانيم. الأقانيم هذه عند النصارى، ما أدري ذكرناها عندكم في الدرس الماضي. الأقانيم النصارى يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح، مثل الكسب عند الأشاعرة يعجزون عن تفسيرها تفسير صحيح. ومعناها القريب أن الأقنوم الصورة أو إحدى الصور للأصل، يعني أن الشيء إذا كان له 3 جهات، يعني أشبه ما تقول يعني شيء له بعد ثلاثي، فإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من جهة ثالثة قلت هذا هو. فعندهم أن الله جل وعلا 3 أقانيم، إله واحد، آب يعني أب وابن وروح القدس. هذا عند الكاثوليكيين، أب وابن وروح القدس يشكلون جميعا 3 صور لشيء واحد وهو الله. هذا يقولون بعدها إله واحد آمين. وهذا كفرهم الله جل وعلا بهذا المقالة، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3. ونعلم أن قول ثالث 3 من حيث اللغة يعني أنه منها وليس خارجا عنها. ففي اللغة أن الشيء إذا كان من جنس عدده أدخل فيه، وإذا لم يكن من جنس عدده أخرج منه. تقول مثلا كنت ثالث 3،
كنت رابع 4، كنت خامس 5 إذا كانوا من الإنسان. الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. لاحظ هنا قال 3 رابعهم لأنه جل وعلا مباين لهم. أما إذا كان المعدود من جنس المعدود عليه، من جنس المعدود، فيدخل في العدد،